يا صباح الفل يا صباح النشاط النهاردة اليوم جميل جدا وطبعا انتوا مستغربين ايه اللي انتوا شايفينه ده. انتوا مش واخدين مني على كده. بس ده روتين النهاردة للدولاب الصراحة لقيت النهاردة اليوم شمسي كده وجميل ولا كأننا في الشتاء اصلا فقلت بقى ان انا ايه انزل كل اللي في الدولاب لان الصراحة انا اهملت فيه اليومين اللي فاتوا دول جدا لاني ما كنتش رايقاله خالص. فصراحة بقى قلت ايه اتشجع كده معاكم النهاردة وانزل كل اللي في الدولاب وارتبه من اول وجديد. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا فضيت الارفف كلها اللي هي بتاعة اللبس. وطبعا انا عندي لبس كتير قوي الصراحة وانا اصلا ما بحبش الكركبة. فانا ملاحظة ان اللبس الكتير ده مكركب جدا الدنيا عليا. دي بنوتي اخر العنقود فريدة هي بس بتعرفكم انها مسيطرة عمالة تزعقلي. فما علينا يعني المهم انا نزلت كل اللي في الارفف اللبس بتاعي وشلت المفارش ومسحته بقبال صراحة منظف خشب جميل جدا. وريحته برضو عطارة كده وفواحة وجميلة الصراحة وبعد كده المفارش انا يعني بقول يعني من الاحسن ان انا محطهاش كتغيير برضو. ودي اول تغيير معايا النهاردة لان انا يعني خدت عليهم قوي فانا عايزة بقى ايه يبقى في تغيير من كل حاجة فقلت اشيل المفارش لان هي برضو والله بجد مش بأيدها قوي في الدولاب عامة يعني. فانا سيبته لحد ما نشف وبدأت بقى ان انا اطبق الهدوم. طبعا انا الهدوم الشتوي اصلا يعني لو قطعتين تلاتة بيبان ان هما مالين الدولاب. فانا مش حابة ان انا اكركب الدنيا وبعدين انا اصلا اكتر الشتا تلاقيني بالبس مثلا حاجتين تلاتة اربعة مركزة فيهم قوي والباقي كله بيفضل بتطبيقته فانا قلت انا هستعمل اللي انا هلبسه بس الشتا ده. وبعد كده يعني في السيزون التاني بقى ولا في الموسم التاني هبقى مثلا اشيل من اللي انا لبسته السنة دي واحط حاجات تانية كده كتغيير يعني مش اكتر كده انا حطيت اللي انا رصيته في الدولاب بس انا لسه برضو مش راسية انا هطبق ازاي انا عايزة تطبيقة تكون مختلفة المرة دي مش زي كل مرة. لان انا بقالي حوالي سنتين ما غيرتش في رص دولابي بقيت اهمل فيه بقيت اطبقه التطبيقة العادية عشان خاطر الأولاد والدوشة والشغل والمسؤولية بجد حاجة ترهق جدا يعني. هنا أنا بوريكوا إن دي سولوبيتا فرو بتاخد مساحة كبيرة قوي. هي والترنج ده لأن فرو ما شاء الله تقيل حاجة نظيفة يعني. فبياخد مساحة كبيرة فأنا حبيت أوريكوا أنا بطبقه ازاي. وبدأت إن أنا أحطهم على بعض وفي الدولاب بقى بحط عليهم أكتر من قطعتين علشان خاطر ان هما يضغطوه جامد علشان ما يبقاش واخد يضغطوا الترنجين دول عشان ميبقوش واخدين مكان في الدولاب. هنا بقى الروب بتاعي انا عندي اكتر من روب فانا بدأت ان انا اطلعهم بدل ما انا كنت معلقاهم كده على الشماعة. بدأت ان انا اجيبهم اطبقهم التطبيقة الجميلة ديت واربطهم كده بالرباط بتاعهم كتغيير برضو. وان انا ازين بيهم الدولاب. وبرضو كان عندي توك لبنوتي صغيرة خلاص صغرت عليها عندي سويت شيرتات كتير فراتي كده بلبسهم على بناطيل يعني. فقلت بقى ان انا ايه اجيب السويت شيرت وابدأ ان انا اعمله كرول كده وابدأ ان انا اربط التوكة فيه واخليه برضو كشكل تزييني كده في الدولاب برضو بيدي كده طاقة ايجابية حلوة جدا انك تفتحي دولابك يعني لما تبقي واخدة على رصة معينة وفجأة الدنيا كده تتقلب لرصة تانية بتحسي ان انتي في تجديد في شقتك وفي طاقة إيجابية حلوة قوي ده السويت شيرت اللي أنا بقولكوا عليه ودي التوكة وطبعا كان في واحدة زيها بالظبط لونها بني برضو قلت هستغلها في سويت شيرت تاني. وكده جبت واحد اسود ورحت حاطة عليه بقى التوكة البني دي. وفي الاخر رصيتهم بقى في الدولاب على فكرة انا رصيت اكتر من رصة بس اخر حاجة بقى رصيت عليها اللي انا هوريها لكم في الاخر. ده ترنج 3 قطع. انا برضو بوريكم ال3 قطع بيتطبق ازاي علشان خاطر ما ياخدش مساحة في الدولاب. ده السديري اللي هو القطعة التالتة ببدأ ان انا اطبقها كويس. قصدي اقفل الزراير كويس وبعد كده اديرها على ظهرها وبعد كده احط القطعتين وابدأ اقفل عليهم كويس وبعد كده ابدأ احطهم في الدولاب واحط بقى عليهم قطعتين تلاتة بحيث ان برضو يضغطوا لتحت بحيث ان هو ما ياخدش اي مساحة. انا بدأت ان انا اشيل كل الحاجات اللي انا مش محتاجاها او مش هلبسها
اوي وبدأت استكفى باللي هلبسه بس العبايات مفيش غنى عنها طبعا بس انا طبعا دي عباياتي انا متجوزة ما شاء الله بقالي 11 سنة فطبعا طلع على العبايات موضات كتير جدا بس انا كنت بلبس عبايات كتير اوي ايام ما كنت عايشة يعني مع حماتي كده الله يرحمها انما دلوقتي انا عايشة لوحدي فمش هحتاج ان انا البس عبايات اصلا كتير فانا استكفيت باللي عندي والحمد لله على كده مش ناوية ان انا يعني اجيب عبايات تاني غير بقى لو في اي حاجة تستاهل ان انا اشتري عباية جديدة اوكي مفيش مشكلة ده اللحاف الفايبر بتاعي انا عندي 3 طلعت 2 بس بدأت ان انا اطبقهم كده كرول برضو واقيسه كده على قد مساحة الدولاب بتاعي بدأت ان انا اطبقه كرول عشان اظهر طبعا الرسمة ديت هبدأ ان انا ادخل الجزء التاني جوه كده واظهر الرسمة علشان خاطر يبقوا الاتنين شكلهم حلو كده في الدولاب وبعد كده طبعا دول هيتحطوا في الرف الاخراني خالص من تحت انا دخلت فرشة السرير طبعا مطلعاها في الشمس الجميلة دي كل يوم لما بيكون في شمس لازم اطلع فرشة سرايري كلها برا والبطاطين وكده طبعًا الروتين ده مش ملهوش دعوة بالأوضة خالص، يعني أنا مش باعمل روتين لترويق الأوضة لأ ده روتين لتنضيف الدولاب فقط، فأنا بدأت أفرش بس كده الحاجة بتاعتي عشان أقفل البلكونة وبعد كده أوريكم بقى المنظر اللي يسد النفس سوري يا جماعة دي شكل الملايات وأنا مطبقاها بجد حاجة كده كنت جايبة آخري بجد يعني شُفتِ الكسل ودّاني لإيه إن الحاجة كده مش مضبوطة في الدولاب يالّا نشوف بقت عاملة ازاي شُفتِ يعني لا سحر ولا شعوذة بقبضة يدي غيّرت الدنيا في ثانية لا والله بجد الدولاب خَد مني وقت ومجهود كبير والله بجد ضهري وجعني من كتر التطبيق. التطبيقة ديّة مختلفة أنا مش باحبها أوي، لإني باحس إن هي شكلها مش لطيف أوي، بس يعني قُلت ما عملتهاش برضه من زمان، فقُلت إن أنا أغيّر لإن في كذا طريقة لتطبيق الملايات، بس يعني قُلت ده كتغيير برضه مش أكتر، عايزة أفتح الضلفة كده ألاقي إيه، في تغيير يا جماعة مش أكتر، دي طريقة تطبيقة الملاية اللي أنا عاملاها. بابدأ إن أنا أطبّقها مرّة بالطول ومرّتين بالعرض، وبعد كده بابدأ إن أنا أجيب بوز مخدة بس كده برّه وأسيبه وأعمله كده زي السمبوسة كده وخلاص. ده الشكل النهائي للدولاب بتاعي بعد ما طبّقته، يعني أتمنى تقولوا لي رأيكم إيه في الكومنتات، لإن أنا ما تتريقوش عليَّ بجد أنا ما ليش في تطبيق دولاب خالص، ما ليش أنا في شغل العرايس ده، بس أنا حاولت أعمل اللي أقدر عليه وخلاص، دي العبايات بتاعتي حوالي 10 والّا 11 والّا 12 عباية مش فاكرة هُم قد إيه، بس هُم دول اللي عندي يعني، أنا كل الباقي بقى اللي كان عندي طلّعته لله. ودول شوية اللبس اللي أنا سِبتهم ودخّلت كمية كبيرة أوي عِنتها، أنا قُلت أسيب دول بس ألبسهم كده في الشتا، وإن شاء الله بقى زي ما قُلت لكم في السيزون اللي بعده هابدأ إن أنا أغيّر بقى أدخّل اللي أنا طلّعته ده واللي أنا كنت حاطاه في الدولاب عايناه يعني هاحطه تاني في الدولاب إن شاء الله، كتغيير برضه بدل ما نشتري كل سَنة وكده. دي طبعًا كل ضلفة فيها رصة مختلفة، طبعًا دول الشيلان بتاعتي أنا باستعملهم كتير أوي في الشتا بالبسهم على طول، فحبيت إن أنا أحطهم في رف لوحدهم كده، وفي واحد رابع كمان محطوط ورا الروب، وده طبعًا بقية البيجامات بتاعتي، ودول زي السديري كده فرو مع شال برضه، سديري فرو بيدفي جدًا، قُلت برضه أخلّيهم مع بعض كده عشان يبقوا باينين قدامي. ودي اللحافة طبعًا أنا ممكن اللحاف التايجر ده إن أنا أربطه بالشريط عندي ستان وكده وكل حاجة بس قُلت بلاش لإن أنا طبعًا هاطلّعه كل يوم وهاستعمله فمش مستاهلة بقى إن أنا أربطه ولا حاجة. ده الرف الضلفة الوسطاني هنيجي بقى نشوف ضلفة هدوم الخروج دي كانت ضلفة الملايات أنا خلاص عملتها، ضلفة بقى هدوم الخروج آخر ضلفة صراحة برضه ما كانتش عاجباني خالص سوري يا جماعة المنظر، شوفوا الملايات بقيت القطن الفوط بقيت بارصها ازاي، بقى رصة عادية خالص خالص وكمان معظم الفوط حاطاها في الأوضة التانية. بدأت إن أنا أشيل الهدوم، طبعًا كنت حاطة مفرش الفرح بتاعي في الدولاب من تحت، هابدأ أشيله طبعًا من الأوضة خالص، هاوديه في أي حتة لو تحت السرير المهم ما يظهرش في الدولاب، أنا مش عايزة أي كركبة في الدولاب، بجد بجد يعني أنا لما خففت كده الموضوع بقى مريح أوي، دي كذا رصة للفوط، في رصة السمبوسة وفي رصة المربى وفي رصة الرول اللي أنا باوريها لكم ديّة،
في كذا رصة، وفي رصة كمان هاوريها لكم اللي هي رصة الضفيرة، الرصة برضه شكلها شيك وجميلة، بس هي أنا بافضّل إن هي تكون إيه، للعرايس يعني تمام. الفوطة الفوسفوري دي على فكرة مش هي نضيفة وكل حاجة، بس هي بُقعة من بناتي بقى، بس أنا الله يسامحهم، بس أنا باحبها الصراحة مش قادرة إن أنا أرميها ولا حاجة. ده شكل الرول اللي أنا عملته الضفيرة، شكله جميل مش رول ولا حاجة لأ، دي اسمها ضفيرة، شكلها جميل أوي، بيبقوا 3 أو 4 في بعض. بس مش عملية يا جماعة، مش عملية، دي عايزة عرايس، ليه بقى؟ لإن أنا بيبقى عندي والله يعني اللي بيخش ياخد فوطة عارف أنت انتش واجري دي ما ينفعش معاهم ده، دي عشان خاطر تستعمليها عايزة تفُكي 3 فوط عشان تاخدي فوطة، فأنا عملت الحاجة العملية وخلاص. باوريكم هنا البالطو ده بتاع ماما على فكرة وهي بنوتة يعني صغيرة، بجد جميل أوي وعملي وأنا الصراحة أخدته منها يعني، ذكرى. ده شكل الفوط في الآخر، ده اللي أنا رسيت عليه. حاجة عملية وشكلها حلو وتغيير، أي نعم أنا فاشلة في التطبيق بس دي آخر حاجة قدرت أوصل لها ويعني اللي قدرت عليه الصراحة. كانوا فوط ياما بدأت إن أنا أشيل جزء منهم برضه حوالي 20 فوطة كده وديتهم هناك الدولاب التاني وده شكل الدولاب بعد ما رصيت الهدوم ورصيت الفوط وده كان الشكل النهائي ليهم. حاولت إن أنا أظهره على قد ما أقدر sorry على الإضاءة بقى هي الإضاءة عشان قافلة البلكونة وكده لإن الجو أصلًا ليل، أنا قعدت يوم كامل في الأوضة دي والله، والله العظيم، يالّا الحمد لله. بس أنا فرحانة جدًا، جدًا بالتغيير، قلّلت من الدولاب كتير أوي، شِلت منه حاجات كتير جدًا، كركبة كتيرة جدًا. بجد الروتين ده أنا كنت محتاجاه أوي، بدأت أرُص الهدوم بقى السويتشيرتات الأول القصير في الأطول، في الأطول، دلوقتي أنا شايفة إن ما شاء الله دولابي بقى جميل جدًا وخفيف جدًا وفاضي خالص، يعني فيه الحاجات اللي هاستعملها بس ودي نصيحة لأي أم بتجهّز لبنتها والله، هاتي اللي هتستعمله بس ما تجيبيش الكتير، لإن الكتير ده بيوجع الضهر وفي الآخر بيطلع عليه موضة كتير، كتير يعني كل سنة بيطلع موضة جديدة، كل سنة إيه ده كل شهر بيطلع موضة جديدة، هتلاقي نِفْسِك تجيبي الجديد مش عارفة عشان عندِك فاهماني؟ ده الشكل النهائي بعد ما خلّصت طبعًا الدولاب، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم ولايك وشير للفيديو لو عجبِك ويا رب تكونوا استفدتم ويالّا مع السلامة.